بعت ما تحتي وما فوقي لكي اشتري فيزا وادخل بلدك اشتغل بالحلال. دخلت ما لقيت الا الظلم والجور من كفيلي، اشتغلت عنده ما اعطاني رواتب، طالبته برواتبي على طول دون سابق انذار، خروج نهائي للمه ما نجداري. فوق ذلك رفع لي سند الامر في المحكمه 10,000 ومنع من السفر وايقاف خدمات. لا انا قادر اروح اليمن ولا انا قادر اطلب الله ولا انا قادر افعل شيء. قال يا ذيب تستقوي على اصل العرب، خذ لك نصيحه واستمع شاعر لبيب، يكفي حقاره بطل وقله ادب، لابد مع سيادك تكون انسان اديب. ابن اليمن ذي في بلادك اغترب، مفروض يتعامل بحنيه وطيب، لولا بان الوضع في ارض انقلب ما كان عزيز النفس في العيش التعيب. وابن اليمن يسعى لرزقه بالسبب، والارض ارض الخالق الحي المجيب، ورغم ضيقه والمشقه والتعب لا زال بيه كافح وهو شامخ مهيب. تتعصبوا على اليماني بالشغب لانه في ارضكم وحده غريب. الله يا دنيا العجائب والعجب، بيعيبون اللي كان يسقيهم حليب. احنا ملوك الارض واحنا من كتب على الجبال الشم بالخط الرهيب، وتخبروا عن ذي يزن كم قد ضرب اعناق وكم بالسيف قد قطع رقيب. والمرجله مش بالمصاري والذهب، والمرجله هي بالجنابي والعسيب، والايام دواره